لو البشر في كارثة ولا في نظام ولا في حكومة، هل البشر هيتعاملوا مع بعض عادي ولا الحياة هتتحول لغابة؟ وهو ده فيلم النهاردة، فيلم كونكريت يوتوبيا. وده الترشيح بتاع كوريا للأوسكار، زي ما مصر مثلا رشحت فوي فوي فوي، كوريا بترشح الفيلم ده للأوسكار. فهل فيلم جامد ويستحق انه يترشح فعلا ولا لا؟ وقصة الفيلم ببساطة ان في زلزال بيحصل وبيدمر العاصمة كلها، وكل العمارات بتتدمر ما عدا عمارة سكنية واحدة بس، ودي العمارة الوحيدة اللي تقدر تعيش فيها. ولو انت بره العمارة دي فانت اكيد ميت، يا اما من الجوع يا اما من البرد. الفيلم ده من نوعية الافلام اللي مش هتوريك الكارثة بتحصل ازاي، لا خالص، الفيلم ده بيوريك ما بعد الكارثة، ايه اللي هيحصل بعد الكارثة دي ما تحصل. فالفيلم ده بيوريك ما بعد الكارثة والبشر هيتعاملوا ازاي في الحالة دي، وبيوريك بقى شوية من خطورة النفس البشرية. والفيلم ده بيوريك كده تجربة شبه واقعية للنفس البشرية، وكمان بيحللها لك بكذا شكل وبكذا شخصية في الفيلم، مش مجرد بيديها لك كده وخلاص، لا ده كل شخصية لها جوانب وافكار معينة. المهم ان الحياة دي كلها بتنتهي وما بيفضلش غير عمارة سكنية واحدة بس، بيسموها كونكريت يوتوبيا او المدينة الفاضلة الخرسانية. وبعد ما الفيلم بيوريك الكارثة بيبدأ يوريك المبنى او العمارة السكنية الباقية دي. فبعد الكارثة الفيلم بيوريك ان العمارة السكنية دي هي الحل الوحيد للنجاة، يعني يا اما هتموت من الجوع يا اما هتموت من البرد، فالعمارة دي هي حلك الوحيد. 주민들이 스스로 나서야 돼요. 아파트는 주민회가! 아파트는 주민회가! المجتمع المثالي بالنسبة لأفلاطون بيتميز بالنظام والمودة والاحترام والمساواة. المجتمع المثالي اللي ما فيهوش غلطة، يعني السكان نفسهم بيقسموا نفسهم لمجموعات، مجموعة مثلا مسؤولة عن الأكل، ومجموعة مسؤولة عن الحراسة الداخلية والخارجية، وناس مسؤولة عن الأدوية والأمراض وهكذا. وكمان في ناس بتطلع تصطاد وتدور على الأكل لأن الأكل طبيعي مش هيقضيهم، فبيشوفوا المتاجر والكلام ده. في برضو مجموعة بتعمل كده، وبالتالي السكان بيعملوا نظام مقفول على نفسه من لا شيء، ولا في محافظة ولا في حكومة ولا في أمن ولا في أي حاجة منهم فيهم كده، هم بيعملوا كل حاجة بنفسهم. وبالتالي السكان دول بيخلقوا نظام لنفسهم، لا في أمن ولا في شرطة ولا في ما فيش أي حاجة، خراب في خراب. وكل اللي بيعملوه ان هم بيعملوا نظام بيحاولوا يحموا نفسهم بيه، سواء من الناس اللي بره، سواء من البرد، سواء من الجوع، سواء الناس اللي محاصرهم اللي عايزه تقتحم العماره دي، لان طبعا في ناس مش سكان في العماره، فهيعملوا ايه؟ هيحاولوا يقتحموا العماره دي، فبيحاولوا يحافظوا على نفسهم من خلال النظام ده. وعشان منطق المدينه الفاضله يتحقق بيطردوا كل السكان اللي مالهمش علاقه بالعماره، يعني انت مش ساكن في العماره دي انت هتطلع منها. وده لان المدينه الفاضله لسكانها الاصليين بس، ما ينفعش يبقى في حد دخيل عليها. فالسؤال بقى هنا، انت هتقدر تعمل مجتمع مثالي ومدينة فاضلة، ولا غرائز الانسان هتتحكم في كل ده؟ وهل النفس البشرية سوية في الظروف اللي زي دي ولا لا؟ وهل غرائزه هتتحكم فعلا فيه ولا لا؟ النظام هيتحكم في كل حاجة. وفي النص كده حابب ارشح لك رواية لأحمد خالد توفيق، رواية يوتوبيا. يعني لو ما كنتش قريتها فانت اكيد سمعت عنها، فانا برشحها لك في النص، ابقى اقراها بعد ما تشوف الفيلم. روايه حلوه جدا وممتعه، وبرضه بتتكلم في نفس السياق، ولو انت مالكش في القرايه قوي ممكن تسمعها عادي جدا. المهم الشخصيات في الفيلم بتدور حوالين 3 شخصيات، راجل ومراته، وراجل غريب كده محدش يعرف عنه حاجه، بس من اول دقيقه انت هتشك في سلوك الراجل ده. الراجل ده جه منين؟ وهل فعلا هو من اهل العماره ولا لا؟ لان في ناس كتير ما كانتش تعرفه. والشخصيتين الاساسيتين التانيين هو راجل ومراته. راجل موظف حكومه عايز ياكل مراته، عايز يعيش في سلام في وسط الكارثه دي، ومراته الممرضه، وهي رمز الخير في الفيلم ده او رمز السلام في الفيلم عموما. وبالنسبه لتمثيل ال3 شخصيات فهو حلو جدا جدا، مش هتحس ان في واحد اوفر او واحد مثلا ميس كاستنج، لا ال3 كانوا حلوين جدا. 똑같아 이제는. 바깥은 좀 어때요? وبالنسبه للاخراج فالاخراج بالنسبه لي كان عبقري في الفيلم ده، لانه عارف يوازن بين الكادرات الواسعه والكادرات الضيقه. والكادرات الواسعه اللي بتبرز الكارثه اللي هم فيها وحجم الدمار اللي عمله الزلزال ده، والكادرات الضيقه في الحوارات بين الشخصيات وبعضها، سواء في شقه، سواء على الارض، سواء في هم بيجيبوا اكل. فالحوارات الضيقه برضو كانت حلوه جدا. وبالنسبه لي الاخراج في الفيلم ده ما كانش عباره عن كادرات بس، لا المخرج كان بيدخل جوه الطبيعه البشريه بكل سلاسه، وبيبين جوانب الشخصيات ودوافعهم وطريقه تفكيرهم. حتى مشاهد الدمار كان عاملها حلو جدا. فبالنسبه لي المخرج في الفيلم ده كان فعلا عظيم. حتى اختيار الالوان في الفيلم ده كان حلو جدا، اللي هو اللون الرمادي، لون الخرسانه
الخرسانه، لون البرد، لون الشتاء، لون الكآبه. هتحس انك مكتئب وانت بتتفرج على الفيلم ده، مش عشان مثلا انت في كارثه او ما بعد كارثه، لا، اللون في الفيلم ده كان مؤثر جدا. اللون الرمادي ده فعلا هيحسسك بالكآبه، فاختيار اللون في الفيلم ده كان فعلا مثالي. انت هتحس بالكآبه في الفيلم ده. السلبيات في الفيلم ده مش كتير، بس اهم سلبيه بالنسبه لي ان العالم ده معزول. يعني ما شفناش عربيه اسعاف، ولا شفنا مثلا هليكوبتر مثلا بتعدي من فوقهم. يعني العالم ده معزول بس مش للدرجات دي. يعني اكيد في حكومه، اكيد في شعب تاني، اكيد في ناس بتسال عنهم. فكانت حاجه غريبه شويه بالنسبه لي، بس انت ممكن تتغاضى عنها يعني على مدار الفيلم، مش هتحس بيها قوي، بس هي سلبيه كان لازم تتقال. فيلم كونكريتوبيا فيلم حلو جدا، بيتكلم عن النفس البشريه بشكل فلسفي. يعني مفيش تحكم في اي حاجه، لا في مثلا فلوس تتعامل بيها، ولا في حكومه تقدر تسيطر عليك، ولا في نظام، ولا في اي حاجه. النفس البشريه هي اللي بتتحكم في الفيلم ده. كل اللي بيتحكم فيك في الفيلم ده هي اخلاقك وغرايزك ونفسك البشريه من جوه. هل لو انت معاك سلطه معينه هتبقى انسان سوي ولا لا؟ وده السؤال اللي عايزك ترد عليه في الكومنتات. هل لو انت معاك سلطه معينه غرايزك اللي هتتحكم فيك، ولا انت اللي هتقدر تتحكم فيها؟ فيلم كونكريتوبيا فيلم درامي سوداوي مع شويه فلسفه حلوه كده، وده الفيلم اللي بترشحه كوريا بعد فيلم باراسايت اللي خد الاوسكار، ولازم تتفرج عليه. لو انت مشوفتش فيلم باراسايت ماستر بيس، خلص الفيديو وروح شوف الاول. الفيلم حلو جدا ويعتبر فيلم شبه متكامل، حتى النهايه في الفيلم ده كانت حلوه جدا وكانت مرضيه جدا بالنسبه لي. وبس كده، ده كل كلامنا عن فيلم كونكريتوبيا. لو عجبك الكلام متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام. انا شايف ان الناس ما بقتش تتكلم قوي عن القضيه الفلسطينيه، دي قضيتي وقضيتك، فهم مش محتاجين منك حاجه غير انك تنشر، تعرف العالم بيهم. عندك انستجرام، تويتر، فيسبوك، انشر عليهم، مش هتخسر حاجه. حتى ادعي لهم يا سيدي، برضه مش هتخسر حاجه. ولو انت مقتدر وتعرف تتبرع اتبرع. وكل الدعم لاخواتنا في فلسطين. وتاني هقولها، الحق هيرجع لاصحابه والارض هترجع لاصحابها. وبس كده.